السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم اليوم تردد باقة قنوات أزدهار مكونة من 5 قنوات، 2 رياضة وقناة عامة وقناة دراما. وقد أعلنت قنوات أزدهار نقل مباريات الدوري التركي والدوري البرتغالي والدوري السوري والدوري الإيراني وبعض المباريات من الدوريات العالمية. فكمل معي لنهاية الفيديو وإن شاء الله هننزل القنوات مع بعض. أنا ناصر من قناة تويا فور. الرجاء دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس على الكل، ولو عجبك الفيديو دوس لنا لايك ليصلك كل جديد في مجال الريسيفر والدش. دلوقتي زي ما اتعودنا مع بعض في كل الفيديوهات اللي فاتت، هتبدأ تجيب ريموت الريسيفر عندك، بعد كده هتدور على زر مكتوب عليه منيو، بعد كده هتقوم بالضغط عليه عشان يبدأ يظهر لك الايقونات دي. هتبدأ تضغط على زر تعليق الصوت لغاية لما تختار الايقونة اللي هيكون مكتوب عليها التركيب. بعد كده من ريموت الريسيفر هتبدأ تضغط على زر اوكي عشان يبدأ يديك القايمة دي. هتبدأ تمسك الريموت برضك وتبدأ تضغط على زر تقليب القنوات لغايه لما تختار كلمه قائمه الترددات. بعد كده بردك من ريموت الريسيفر هتضغط على زر اوكي عشان يديك القائمه دي. هتبدا تتاكد في الاول ان القمر هو النايل سات، ولو انت عندك اكتر من قمر او القمر طلع مش هو النايل سات مفيش مشكله، هتبدا تدوس على زر مكتوب عليه سات في ريموت الريسيفر عشان يبدا يديك القائمه دي. فهتبدا تختار منها قمر النايل سات. بعد كده من ريموت الريسيفر هتبدا تضغط على زر اوكي، وبكده انت بقيت على ترددات النايل سات. بعد كده هتبدا تبص تحت هتلاقي في 4 الوانات نفس الالوانات اللي عندك في ريموت الريسيفر، لكل لون فيهم امر معين. يعني زي ما انت شايف عندي اضافه تردد هنا باللون الاحمر، يبقى انا على طول من ريموت الريسيفر هضغط على اللون الاحمر. اما انت لو عندك اي لون مختلف فانت شوف الامر ايه هو، بعد كده تبدا تضغط على اللون بتاعه. دلوقتي انا هضيف تردد، هبدا اضغط على الزر الاحمر عشان ابدا اضيف التردد. زي ما انتم شايفين ادالي القايمه دي فيها التردد ومعدل الترميز والاستقطاب. بالنسبه للتردد اللي معانا النهارده هيكون كالتالي: هيكون التردد 11564، ده بالنسبه للتردد. معدل الترميز هيكون 27500. اما الاستقطاب فهيكون افقي. بعد كده من ريموت الريسيفر هبدا اضغط على زر اوكي. لو اداك مرسل موجود مفيش اي مشكله، معنى كده ان التردد موجود عندك. كل اللي انت هتعمله هتبدا تضغط مره تانية على زر اوكي عشان يبدا يديك علامه الصح دي. بعد كده زي ما انتم شايفين زر البحث عن الترددات عندي هو اللون الازرق، فابدا من ريموت الريسيفر اضغط على اللون الازرق. زي ما انتم شايفين بيقول لي باحث عن الشبكه ونوع القناه. البحث عن الشبكه انا هخليه اغلاق، اما نوع القناه فالقناه اللي معانا مجانيه فهنخليها مجانيه. بعد كده هبدا اضغط على زر اوكي. زي ما انتم شايفين بدا يعمل معايا باحث. في النهايه التردد ده هينزل معايا 22 قناه. بيقول لي حفظ نتيجه البحث، هاجي على كلمه نعم واضغط على اوكي. حفظ البيانات بردك هضغط على اوكي. بعد كده هتبدا تنزل تحت قناه واحد عشان تشوف القنوات اللي نزلت معاك جديد. ولو القنوات ما نزلتش معاك تحت قناه واحد يبقى من الافضل ليك ان انت تعمل حذف للتردد من عندك وتكتبه من جديد وتعمل باحث، وهتلاقي القنوات كلها نزلت معاك تحت قناه واحد. وانا بردك هبقى سايب لك فيديو في صندوق الوصف وفي صندوق التعليقات لطريقه نقل القنوات من المكان ده لاي مكان انت تحبه. ودلوقتي دي هتكون اول قناه في الباقه، وهتكون قناه ازدهار 1. بعد كده القناه اللي بعديها هتكون ازدهار سبورت 2. بعد كده قناة ازدهار دراما وازدهار سبورت 1. والقناة زي ما انتم شايفين لسه ما فتحتش، المفروض انها تفتح في الايام القادمة. وفي النهاية ارجو ان ينال الفيديو اعجابكم، ولو قابلتكم اي مشكلة اكتب لي في التعليقات، وشكرا لكم.